دخلت عليهم بقلب جامد باقول لهم: "إيه رأيكم أعمل لكم ساندوتشات جمبري؟" قالوا: "إيه ده أنتِ بقيتِ غنية بقى." قُلت لهم: "لأ عيب عليكم." أنت جعان يا محمد. قُلت لهم: "هاعمل لكم جمبري بس جمبري الغلابة." إيه جمبري الغلابة ده؟ عارفين طبق البسارية اللي باحطه مع السمك لمّا أكون عاملة سمك مشوي، سمك مقلي، وأروح حاطة جنبه طبق بسارية كده، دايمًا باعامله معاملة كده كإنه طبق بطاطس جنب الأكل، فأنا أعمل السمك الأساسي مشوي، مقلي، وهو جنبه طبق البسارية، فأنا قُلت أعمل له ساندوتشات لإنه هو بجد خطير مقرمش وجميل وطعمه حلو جدًا، وسعره بقى اللي تحفة بجد، من 15 ل20 حسب الحجم، يعني حجمها كبير شوية ب20، حجمها صغير شوية ب15، وسهلة جدًا في التنضيف، بنمسك راسها كده ونروح شادينها كلها على بعضها تطلّع اللي في بطنها كله، فسهلة جدًا في التنضيف، ونروح جايين بقى متبلينها بفصين توم كده كبار مفرومين، على ملح وكمون وشطة لو عايزين، مش عايزين خلاص، بس الشطة بتدّيها طعم حلو أوي برضه، وأحط بقى عصّرت عليها ليمونية كبيرة كده، وأقلّب ده كله بقى مع بعض، وممكن تسيبوها تتبّل يعني تفضل في التتبيلة دي مثلًا نُص ساعة، كام ساعة براحتكم، ممكن على طول تشتغلوا. أنا باروح راكناها بس 10 دقايق وخلاص، باحط بس كنت نسيت أحط معلقة خل، حطيتها برضه، فإحنا نحط خل وليمون مع بعض، أو ليمون بس كفاية عادي، وتدّيها تقليبة كده، مش ما نكتّرش أوي في الملح، لإن هي يعني صغيّرة زي ما أنتم شايفين، فمش محتاجة ملح كتير، ويبان فيها طعم الملح. وبعد كده بقى إيه، أنا باحب الدقيق طبعًا، الدقيق هو كمان غِلي، فيا جماعة يعني أنا من قبل ما يغلى والله، يعني أنا طبيعتي متعودة الموضوع ده من ماما، ما نبهدلش دقيق كتير، لإن السمك طبعًا مش هينفع نستخدم الدقيق بتاعه في حاجات، فشوية دقيق صغيّرين كده وحطيت عليهم كركم، باحب أحط الكركم جدًا، وباحب أحط كمان نشا، بس أنا ما كانش عندي نشا، لو في نشا حطّوا معلقتين نشا بيدّي قرمشة رهيبة وبيفضل مقرمش بقى فترة طويلة، وحاولوا كده تسيبوا فيه هوا في الكيس وافضلوا بقى رُجّوا الكيس كويس أوي، تلاقوه اتغلِّف ولا توجعوا دماغكم لإنه صغير، مش هنقعد نغلِّفه سمكية، سمكية، فهي الطريقة دي أحسن طريقة بجد. وبعد كده بقى إيه، لازم ننخله الأول، نطلّع كل زوايد الدقيق عشان ما يبوظش الزيت بتاعنا، طبعًا الدقيق ده لو بقى فيه زوايد هينزل في الزيت ويتحرق بقى ومش هيبقى حلو خالص، لكن إحنا أمّا ننزّله كده حتى يعني هتبقى في قرمشة أكتر كمان في السمك بتاعنا. وطبعًا معروف ده المسوى الأخير للزيت بعد ما نكون حطينا بقى قلينا فيه بتنجان وبطاطس، خلاص المسوى الأخير بتاعه بقى نعمل فيه سمك، عشان إيه، نرميه بنفس راضية، يعني مش هينفع بعد السمك نعمل بيه حاجة. فالمهم بقى ننزّله بقى الزيت بتاعنا سخن كده واقلي بقى، وبُصّي هو اللون أصلًا أول ما بتنزّلي الزيت باين بقى، الكركم بقى بيخلّي لونه حلو، مش بيأثّر في الطعم حاجة، بس بيدّي لون بجد تحفة أوي للسمك. في واحدة وقعت أهي، المهم إيه جبتها، ما أنا مش هاسيبها برضه، شوفوا سبحان الله، أخدت شكل الجمبري، لفِّت كده وادِت شكل الجمبري، جمبري متنكر، هي فعلًا مقارب جدًا لطعم الجمبري، يعني رخيص بس نينجا زي ما بيقولوا. بعد كده بقى نطلّع ونكمّل بقى الكمية كلّها، بُصّوا والله تحفة، تحفة يعني. لو أنتم ما جرّبتوش قبل كده يعني جرّبوه، أنا باحبه جدًا الجمبري، وما كنتش معترفة بيه كسمك، أنا باحبه كده مقرمشات جنب الأكل، بس أمّا جرّبته في الساندوتشات والله خطير بجد. تنفع بقى تعملوه على فطار عشا خفيف، لإن أنتم مش حاسين إن هي حاجة كده سمك، سمك لأ، هو حاجة كده كإنِّك عاملة ساندوتش بطاطس بس طعمه حلو كده، حاجة من ريحة الجمبري كده. وفي ليه ما فيش تفاعل أوي يا جماعة، يعني ليه ما فيش كومنتات ولايكات كتير؟ هو الفيديوهات بتاعتي مش بتعجبكم والّا إيه بالضبط؟ لإن أنا بتبقى بالنسبة لي ما دام ما فيش تفاعل يبقى ما فيش، مش عاجبكم المحتوى. أتمنى لو عجبكم ما تنسوش اللايك.